ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اخوات وحبايب قلبي، ان شاء الله النهارده كده هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا جدا بنعملها يا دوبك من السنة للسنة. ان شاء الله النهارده يعني كده خليكي تودعي فشل الزيتون، ولا تشقيه ولا تنقعيه ولا تتعبي نفسك فيه. ان شاء الله هتعمليه النهارده باسهل وانجح طريقة بخبرة السنين كده. ان شاء الله هيقعد معاكي من السنة للسنة من غير ما يتهري، بلون جميل، بطعم احلى، يعني بقوام ممتاز. اللهم بارك اللهم بارك. هنعمله بكل سهولة ان شاء الله وبتكات كده. اللهم بارك، انا بعمله بنفس الطريقة دي كده من 38 سنة. اللهم بارك. انا عندي بتاع السنة اللي فاتت، ان شاء الله ربنا يذكرني ونشوفه مع بعض. اول حاجة كده هنبدأ وصفتنا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه كده يا حبايب قلبي، طبعا غسلت الزيتون وغسلت الفلفل وغسلت الجزر وكل حاجه معايا. هبدا كده ابشر الجزر بالشكل اللي انتم شايفينه ده، في الكبه، بالناحيه الناعمه كده او بالخشنه على حسب ما بتحبيه. ودول قطعتين كده ما انفرموش معايا، حطيتهم مع كده مع الفلفل المتقطع الاحمر سبايسي على بارد، وهفرمه برضو بنفس الطريقه كده، زي ما انتم شايفين، بدون اي اضافات. ضربته كده بس على الناشف كده لوحده، جميل جدا جدا. اللهم بارك، فيه سبايسي جدا وفيه بارد. هحط بقى هنا كده معلقتين من الكركم. لو انت بتحبي اللون الجميل الكهرمان بتاعه كده حطيه، مش عايزاهم ما تضيفهمش بس، وكمان هو فوائد وغذاء. وتحطي معلقتين كبار كده من حبة البركة. 4 معالق 3 معالق كبار هرمين كده هوت من الهريسة الشطة، جميلة جدا جدا وما بستغناش عنها في التلاجة. هنحط كده يا حبايبي 3 معالق او معلقتين كبار هرمين من الملح. ده انا بتبل الخضار ده يا حبايبي، ده مش لتخليل الزيتون خالص، ده كده انا بتبل الخضار ده. ومعلش معذرة لازم تحطي الملح ده عشان تاخدي زيتونة ناشفة جميلة ما تنهرش معاكي خالص خالص، ولا قدر الله ولا تدود ولا يحصل فيها اي حاجة ولا تتهرى ولا تغير لونها، ولا يسمر كده معاك. جربيها بطريقتي هتدعي لي ان شاء الله. معايا هنا برضو نص كيلو من الليمون مقطعاه كده طرنشات بالشكل اللي انت شايفينه ده. وده الزيتون، انا ده اللي هو الزيتون التفاح. غسلته ولا هشقه ولا هدقه ولا اي حاجه ابدا ولا هنقعه. وده معايا كده كوبايه من العصير الليمون، عليها كوبايه من الخل. وكان معايا هنا كده القشر اللي انا اخدت العصير بتاعه، غليته غلوتين كده وهعين القشر بتاعه. هنشوف ان شاء الله هنستعمله مع بعض ازاي. بعد طبعا ما عملت الخلطة وجهزتها بالشكل ده، هحطها كده على الزيتون واقلبها كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. وده الزيتون يا حبايبي ولا مدقوق ولا ما مفتوح ولا اي حاجة ابدا ولا منقوع. انا لسه جايباه النهاردة وجهزته في نفس اليوم. ان شاء الله يقعد معانا سنة كاملة بأمر الله، وهتكليف رمضان كده عسل 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 ان شاء الله. احنا بنعمله كده والحلو للحلوين، ان شاء الله هتعملوه هتدعوا لي بأمر الله تعالى. ومعايا هنا كده الخلطة معايا بقت مظبوطة 100%. اللهم بارك، تحفة. هنعبيه بقى في البرطمانات، والبرطمانات على حسب الكمية اللي انت هتعبي فيها. احط معايا كده جزء من الخلطة الجميلة ديت. اللهم بارك. ولو عاوزة برضو تقطعي الفلفل او الشطة معاكي، قطع كده زي الهالبينو تحطها برضو معاه وتقلبيها، دي براحتك خالص. وممكن تخلطي برضو طرنشات الليمون دي وتحطها هنا، وممكن تضيفيها كده بشكل جمالي على حسب ما انت تحبي. انا هحط قرون الشنطه كده في شطه، معذره، في الجوانب كده، خضراء وحمراء، على حسب بقى ذوقك وعلى حسب ما بتحبي يعني. مش هتفرق خالص يعني، وممكن تحطها عادي كده عشوائي يعني. ونضيف طبقات كده من الفلفل وطبقات من الزيتون بالخلطه القمر بتاعتنا ديت. ونحاول كده في الاطراف عشان الشكل بس والتصوير مش اكتر. نحط كده القرون بتاع الشطه في الجوانب بالشكل ده، ونحط كل الكمية لحد ما نملى البرطمان. ونيجي نحط الترنشات كده الليمون او السلايس كده اللي احنا مقطعينه في الجوانب فوق كده، وبقدر المستطاع نضيف منها جزء تحت. واجي بقى على الوش خالص احط اللي هو القشر اللي مسلوق نص سلقة. يعني هو غلى معايا غلوتين 2 بس يا حبايبي، انا يعني هو جامد خالص. يا دوبك بس غليته غلوتين كده وخدت الميه بتاعته. طبعا انا كنت على فكره الميه بتاعه الليمون اللي احنا هنعملها المحلول بتاعه لازم تكون مغليه كويس جدا جدا. انا واخداها من الفلتر كمان وغليتها كويس جدا جدا، وسبتها لما بردت بدرجه حراره المكان قبل ما استعمل وقبل ما اعمل خلطتي ولا قبل ما اجهز اي حاجه. كنت غاليه الميه وسبتها بردت. اول ما بردت بدات اجهز بقى الخلطه بتاعتي، واجهز
الوصفة بتاعتي بالشكل ده. عبيت البرطمانات، بعبيها كلها بالشكل ده. وبعد ما اخلص احط شوية من القشر الليمون اللي هو مغلي غلوتين بس مش اكتر عشان ما ينهريش. ولو انت مش عايزة تغليه ممكن تعصريه برضو وتضيفيه من غير على الوش كده من غير ما تغليه بالشكل ده. ده الجزء كده اتبقى معايا من الخلطه من في الطبق. ضفت عليه اللي هو كوبايه الخل وكوبايه العصير الليمون. وانا هقول لكم يا حبايب قلبي، لكل لتر من الميه بنحط نص كوبايه من عصير الليمون، نص كوبايه من الخل، 4 معالق كبار من بتاعه الاكل كده مليانه هرميه كده ملح. ده يا حبايبي ده لكل لتر من الميه. والميه دي مغليه وبارده تماما تماما بدرجه حراره الجو. هتعملي بقى لتر، هتعملي لترين بتضاعف الكميات. انا عملت 2 لتر من الميه وضعفت بقى عليهم المكونات زي ما انا قلت لكم كده. 4 معالق لكل لتر من الملح، نص كوبايه من الليمون، نص كوبايه من الخل، وبقيه الخلطه بقى اللي كانت باقيه معايا هنا. وقلبت كل المكونات دي كويس جدا جدا بالشكل ده. وبدات بقى كده اعبي البرطمانات معايا. اللهم بارك، عبيت كل البرطمانات بالشكل ده بنفس الخلطة. وانت اما تيجي تعبي البرطمانات ما تعبيش برطمان وتسيبي التاني، لا، وزعي المية اللي انت عملتها في الاول ديت على كل البرطمانات، بحيث ان انت لو المية ما كفتش معاكي وجهزت شوية مية تانيين من اللي هي المغلية معاكي بدون اي اضافات، عليها معلقتين ملح وخلاص، يبقى معاكي كل الخلطة متوزعة على كل البرطمانات. والتركة دي بقى ما تنسوهاش يا حبايب قلبي، جربوها هتدعوا لي. عشان ناس كتير جدا 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 بتشتكي ان الوش بتاعه بيعفن، ان الوش بتاعه بيتهرى القشر او الحاجه الطبقه اللي هي فوق ديت. حطي بقى معلقه من الملح على الوش كده، وورقتين من اللورة دي ما ظهرتش معايا في التصوير. عندك كرفس بقى ممكن تضيفي في النص كده بيبقى تحفه جدا جدا، بس بصراحه ما كانش عندي كرفس. هتحط ورقتين لورا وتحط معلقه فوقهم كده معلقه من الملح، وتحط عليهم بقى معلقتين من زيت الزيتون. لو متاح عندك، مش متاح تحط زيت طعام عادي، بس يا ريت يكون طعمه وريحته حلوين. ما تحطيش زيت تموين عشان ما يعملش ريحه مش حلوه معاك. ونتنكس كده 3 تانيات ونغطي عليه. ان شاء الله جربيه هيقعد معاك من السنه لسنه، ومن يوم للتاني كده تقلبيه مره كده ومره كده. جربيه وهستنى رايك في الكومنتات. وما تنسينيش لو اول مره تعمليه وتشوفيني، يا ريت ما تنسينيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس وكومنت كده يشجعني. والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا يا قمر هاتيه وقومي جربيه، ولا تنقعيه ولا تشقيه، وبطريقتي بسرعه اعمليه.